ايه ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. في ايه؟ صبحية، 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 ايه الشموع دي؟ في ايه يا جماعة؟ نورونا النور. في ايه يا صبحية؟ في ايه خبريه؟ فصلتيني حرام عليكي. في ايه؟ انا بعمل مديتيشن. فصلتك؟ ميدي ايه؟ مديتيشن تامل يعني. ايه الروقان اللي انت فيه ده؟ يا رب يا رب نص روقانها بس. بيعملوا ايه المديتيشن ده؟ بيعملوا بيه ايه؟ بيعملوا بيه ايه؟ آه. بيعملوا بيه حاجات كتير. تعرفيش فوائد المديتيشن ايه؟ انا مش عايزة اعرف المديتيشن ولا عايزة اعرف حاجة، كفاية البلاوي اللي ورانا. ما هو علشان اللي ورانا ما يبقاش بلاوي لازم نعمل مديتيشن. ده حاجه صحيه لجسمنا وعقلنا، يوميا محتاجين ان احنا نعملها. انت بس اساليني فوائد المديتيشن دي ايه؟ ايه يا مر عريف؟ انا بقى اقول لك. قولي لي بقى الاول قبل ما اقول لك، قول. بتعملي ايه لما يجي لك بقى اولادك يكلموكي في حاجه مثلا او يشتكوا لك من حاجه وانت مشدوده متوتره اصلا لوحدك؟ بتعملي ايه؟ بتقولي لهم ايه؟ بقول لهم سيبوني في حالي، محدش يكلمني، وادخل بقى اوضتي واقفل على نفسي. يا سلام بقى لو معايا المشروب اللي بحبه، دماغ يا سلام. وبعد ما بتعملي كده بيحصل لك ايه؟ بتحسي بايه؟ بحس الحقيقه ان انا فصلت شويه، ان انا شحنت، هقدر اكمل. بس ده الكلام ده لو سابوني. طيب بقى يا ستي انا هقول لك ليه بيحصل لك كده. ليه؟ الحقيقه ان في دراسات اجريت اثبتت ان في حاجه. الاول خالص احنا عندنا حاجه اصلا في مخنا اسمها اللوزه الدماغيه. اللوزه الدماغيه دي مسؤوله عن القلق والتوتر والخوف والمشاعر المضطربه دي. فلما بنعمل تامل، رياضه التامل، بتقل الخلايا اللي في اللوزه دي، وده بيساعد على انخفاض القلق والتوتر وكمان الخوف اللي انت بتحسيه. يا سلام يا حلاوه يا ولاد. شفتي بقى ايه ده كله؟ وهقول لك كمان، فاكره لما قلتي لي ان كان ليكي خال كان عايش في بريطانيا تقريبا ونزل مصر نهائي؟ فاكره حكيتي لنا عنه ايه؟ بصراحه صبحيه كان ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر، رغم ان سنه كبير ما شاء الله، بس نزل ما شاء الله صحه، ما شاء الله، نشاط، حيويه، اشراق كده على الحياه، مش زينا مضلمين، يعني راجل منور الحقيقه. كان رياضي بطريقه ما شاء الله، جري، رياضه، وشه مشرق، الذاكره ما شاء الله. انا عندي زهايمر من الحاجات اللي امبارح مش فاكراها. ما شاء الله الله فاكره قلتي لي كمان هو اصلا بيعمل ايه في حياته؟ هو فعلا بيعمل مديتيشن، يعني هو اتكلم ان هو بيعمل مديتيشن فعلا، وده بيفرق معاه جدا. بس فعلا صدقي كلامك طلع صح. هقول لك بقى، برضه دراسات عملوها في جامعه كاليفورنيا. قالوا ايه بقى؟ قالوا ان اليوجا او المديتيشن بجانب طبعا غذاء صحي اللي احنا طبعا مفتقدينه معظمنا، وكمان ممارسه رياضه زي مثلا زي ما انت قلتي بيصلي الفجر، كنت بتحكي بيصلي الفجر وبينزل يمشي الصبح كده وقت الندى والوقت ان هوا ربنا زي ما بيقولوا كده نقي. ده بيساعد على الحفاظ على شباب المخ من الشيخوخه. تخيلي بقى. ومش بس كده كمان، ده في كمان تجربه عملوها على بعض الناس، جابوا مجموعه من الناس وعملوا لهم زي اختبارات كده يعني للذاكره والتركيز، وحاجات بتقيس مدى الذاكره والتركيز. وخلوهم بعد كده مارسوا المديتيشن لمده 8 اسابيع يوميا، لمده 8 اسابيع، وبعد 8 اسابيع ما خلصوا عملوا لهم اختبارات متشابهه ليها. اللي حصل اكتشفوا ان نسبه الذكاء والتركيز والعمليات العقليه اللي بتتم في المخ كفاءتها عليت بنسبه 16%. تخيلي بقى. لا انا هعمل مديتيشن طول اليوم عشان انا زهايمر. طب انا هقول لك بقى حاجه كمان. انت عارفه ان رياضه التامل دي اصلا في الاساس هم الغرب نسبوها لنفسهم، لكن انت عارفه ان في الاساس اصلا دي عاده من عادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفي فاكره سيدنا محمد قصه بتاعت نزول الوحي اول مره؟ صح، فعلا هو فعلا كان بيروح غار حراء ويتامل، ويفضل قاعد يتامل في الكون وفي الخلق، ومين اللي خلق كل ده، وكل الحاجات دي فعلا طلعت مديتيشن. فعلا يعني فعلا الحاجات دي جايه من ايام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. هو فعلا صبحيه، يعني سيدنا محمد دايما يقول لنا على الحاجات اللي تنفعنا وتبقى حياتنا حاجه تانية اكيد أبداً. بس احنا اللي بنضر نفسنا بصراحه. حقيقي الغرب اخذوها ونسبوها لنفسهم، ورغم ان هي اصلا يعني في ديننا يعني حلال،
حلال حلال حلال. انا بالنسبه لي ده الحلال بتاعي بالظبط كده. مديتيشن طول اليوم. واتاكدنا خلاص، عشان في ناس تقعد تقول بتشكك في بعض الاراء في رياضه المديتيشن او في يعني المديتيشن عامه. انت نويتي خلاص هتعملي معايا بقى مديتيشن؟ خلاص انا جاهزه. يلا بينا. بصي بقى المديتيشن عشان ايه انا عامله، بصي عشان اقول لك ايه، الذاكره عشان الذاكره اهم حاجه، الذاكره. يلا بينا نفصل دماغنا قبل ما هي تفصلنا. يلا بينا.